عارف اللحظه اللي بتكون قاعد فيها في عزومه وفجاه صاحب العزومه يقول لك لازم تدوق من الطبق ده، وانت بكل اسف مش بتحب النوع ده من الاكل، بس للاسف لازم تاكل منه، وكمان لازم تشكر في الاكل ده. يا ترى ليه بنعمل كده؟ الموضوع بسيط، مخك عنده ميكانيزم اسمه الخوف من الاحراج، يعني مخك بيكره الاحراج اكتر ما بيكره الاكل الوحش، فبيخليك تاكل وتسكت، وده علشان تفضل متشاف ذوق وجنتلمان وكده. وده جزء من حاجه اسمها التكيف الاجتماعي. في تجربه علميه اتعملت كانت عباره عن انهم جابوا ناس وطلبوا من الناس دي يجربوا اكل ما بيحبوهوش، وبعد ما الناس بدات فعلا تجرب الاكل ده بداوا يقتنعوا ان الاكل مش وحش قوي. والسبب هنا ان المخ بتاثر بالمجتمع جدا، يعني لما تشوف الناس اللي حواليك مستمتعين ومبسوطين بالاكل، عقلك هو كمان بيحاول يقنعك انك لازم تبقى مبسوط زيهم حتى لو الحاجه طعمها وحش. وغير تاثير الطفوله كمان اللي عندنا من واحنا صغيرين، لو ما خلصتش طبقك هيجري وراك يوم القيامه. لو الاكل مش على مزاجك ممكن تاكل لقمه وتعديها، لكن بقى لو اللي طبخ قاعد مستني رايك وعامل لك تجربه تذوق شخصيه، يبقى ربنا معاك، لانك كده اوفيشالي وقعت في الفخ.